لما بقينا نعرف ان في ماتش ليفربول ما بقناش نسال هو محمد صلاح سجل ولا صنع، لكن بقينا نقول هو صلاح صنع قد ايه وسجل قد ايه. لكن ما تنساش يا حبيب اخوك كده في البدايه تصلي وتسلم على الرسول الكريم وتعمل لينا لايك والمتابعه، اكون شاكر ليك. كالعاده ابو صلاح بيحول ملعب الانفيلد الى ملعب ابو صلاح، ملعب صلاحين هو ايا كان الاسم، يعني حاجه مش هتفرق معانا. صلاح ياخد 11 دقيقه فقط لا غير قدام فريق بولونيا الايطالي الكحيان التعبان علشان يصنع هدف لماك اليستر بماركه ابو صلاح كالعاده. واللقاء ده انه شغال 1-0 طوال الشوط الاولاني، سيطره ليفربول، والشوط الثاني لحد ما تيجي الدقيقه 63 ابو صلاح يعمل بروفا للهدف اللي هو المفروض هيسجله، ياخد الكره من بره ال 18 كالعاده ويلم على رجله الشمال ويلعبها في البعيده، ولكن حظ الحارس. لكن زي ما قلت لك يا حبيب اخوك دي بس بروفا كده ابو صلاح بيسلك بيها اسنانه. تيجي بقى الدقيقه 75 ابو صلاح يستلم نفس الكوره بنفس الشكل بنفس الجمال، يضم ويحطها بقى المره دي في المرمى، بعيدا عن احتفال النبله اللي ابو صلاح بيعمله. ولكن ابو صلاح كالعاده منور ومبدع في اوروبا، يهدي الفوز للليفر، ياخد 6 نقاط في الماتشين اللي موجودين في النخبه الاوروبيه او في دوري ابطال اوروبا بالشكل الجديد.